أهلا بيكوا الحلقة رقم 13 من مسلسل فهد البطل. الحلقة اللي فاتت خلصت على إني فهد بيحكي لأخته على موضوع عادية وبيقول لها إني أنا حاسس بالذنب، فبتقول له خلاص طالما إن أنت ما كنتش تعرف الموضوع ده فما يبقاش عليك ذنب ولا أي حاجة. لكن بيتفاجئ من أخته إني كناية بنتها هند اتخطفت واللي خطفها جوزها هاشم. فطبعا ما بيسكتش وبيروح لهاشم يديله علقة موت وبيقول له اللي انت عملته ده ما يصحش، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيعترف على مكان البنت، وبالفعل بيقدر يجيبها الكناية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في غلاب مش هيسكت، وسبب وحده لصبحي مش بس علشان يخطب للغفير بتاعه بنت صبحي، لا علشان كمان يعرف الراجل اللي كان جاي عن طريق توفيق التمساح راح لصبحي ليه. لكن طبعا ما بيقدرش ياخد منه اي عقد نافع، وبيحكي لبنته اللي حصل، فما بيكونش منها غير ان هي بتقول له انت لازم توافق يابا، انا مش مستعد اخسرك. وبالفعل بيضطر يوافق. ريكو وراوية حكايتهم لسه ما خلصتش، وبالفعل بيتم الضغط على فهد البطل، ومع الحوارات الكتير هو هيوافق على موضوع راوية ويكو، خصوصا لما يعرف جدعنته معاه. بتتكلم الحاجة فايزة مع فهد البطل وبتقوله احنا لحد دلوقتي انا مش عارفة اوصل لابني وانت لازم تساعدني. بقول لها انا هدورلك بكل امكانياته. طبعا ما بيقدرش يقول لها على اللي حصل وان هو كان سبب رئيسي في موت ضياء. اسيا بتتكلم معاه وبتفضل تقول لها معلش غصب عني هم قرروني ورفع عليا السلاح، فكنت لازم اتكلم معاكي ولازم اقول لهم على كل اللي حصل. قالت لها انت غصب عنك. قالت لها ده على فكره الحاجه فايزه شغاله تدور على دي طول الوقت. فطبعا بتبقى بالنسبه لها مشكله كبيره، بتقول لها نهار ابيض يبقى اكيد هم اللي موتوه. مين بيعرف الموضوع ده؟ طبعا فهد البطل بيفضل يتكلم وبيقول لنادى ان انا عرفت كل حاجه وانا ستر وغطى عليك. بقول له انت عايز ايه؟ بقول انا ممكن استر على اختك. بيقول له انت ايه اللي بتقول ده؟ انت اتجرأت ازاي تقول كلمه زي كده؟ فبيقول له اسمع مني بس، انا على استعداد ان انا استر على اختك ومش هاجي جنبها ولا اقرب لها ولا المسها، بس عشان يبقى شكلنا كده قدام الناس، وواحده في واحده ممكن نعمل اي خناقه واسيبها وكده يبقى قدام الناس ان هي كانت متجوزه وسابت اللي قدامها ما تحتش معاها. انت ايه رايك وشوقك في الموضوع؟ فبيحكي مع بابا اللي اوريدي ما بيطيقش حاجه اسمها نتيجه للضغط اللي بيحصل من نادى عليه، فبيوافق. وفعلا بيجيبوا المأذون وبيعملوا كتب الكتاب. لكن بيتفاجئ فهد وهو بيمضي العقودات دي ان الكناية بتجيله بتقول له هو ده يا ابن الناس انك انت تبقى خاطب واحدة وتروح تكتب كتابك على واحدة تانية. وبتقفل الحلقة على كده. لو عجبكم الفيديو متنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع السلامة.